وانا عندي 12 سنة لقيت خالتي بتصحيني من النوم بتقولي تعالي يلا علشان هوديكي مكان عند ناس طيبين هتقعدي عندهم لحد ما اجي من السفر بعد شهرين. وفعلا رحت هناك، بس اتفاجئت بعدها بشهرين اني قاعدة في ملجأ. وبعد ما عرفت الحقيقة كانت الصدمة اللي غيرت تقريبا حياتي كلها. ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وصاحبة المشكلة بتقول حكايتي بدأت من وأنا عندي 12 سنة. كنت عايشة في وسط أب وأم وأخ أصغر مني عيشة سعيدة. كنت فاكرة كل حاجة، يعني ما كنتش صغيرة. كنا متعودين نصيف كل سنة زينا زي أي حد من الناس اللي حوالينا. كان بعد عام دراسي طويل كنا بناخد نفسنا وناخد العربية بتاعتنا ونسافر. وللأسف واحنا مسافرين اتقلبت الأقدار في ثانية، وفجأة ببص من حواليا ما لقيتش أبويا وأمي ولا أخويا. ولما فتحت عيني في المستشفى قالوا لي إن العربية اتقلبت بيكو، وأخوكي وأمك وأبوكي توفاهم